السلام عليكم. الغيرة من أهم أخلاق وسمات الرجل، فإذا نزعت غيرة الرجل على أهله وزوجاته وبناته، فلن يغار على دينه ولا على أرضه ولا مقدساته، ففاقد الشرف والغيرة فهو كالخنزير، فإن الخنزير هو الدابة الوحيدة الذي لا يغار على الأنثى، فاذا فقدنا غيرتنا على أغلى ما نملك وهو النساء المسلمات، فلا خير فينا ولا نستحق أن ينصرنا الله ويرد العزة للمسلمين. فالذي يرى المسلمات عاريات ويرقصن في بعض الحفلات ولا يغضب ولا ينكر ذلك من أعماق قلبه فهو ديوث، والديوث لا يدخل الجنة. وعندنا قصص كثيرة لغيرة النبي والصحابة الشديدة، ومعظم المؤامرات على أمة الإسلام معظمها يركز على المرأة وحجابها وخروجها من بيتها مثل ما تحدثنا في الحلقة السابقة يمكنكم العودة إليها. وكقصة وعبرة عن الغيرة على المسلمات، قصة المرأة المسلمة الذي ذهبت تشتري من أحد التجار اليهود فجلست على كرسي، فربط أحد الخنازير ثوبها في الكرسي، فعندما قامت انكشفت عورتها، فصرخت فسمعها رجل مسلم فجاء مسرعا لينصرها، فقتل اليهودي فاجتمعوا عليه فقتلوه. هذا البطل الغيور. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأجلى اليهود من المدينة، وكل هذا لأن مرأة مسلمة واحدة انكشفت عورتها. لم ينكر النبي قتل اليهودي المجرم لأن الغيرة من أهم أخلاقيات الرجل المسلم.